السلام عليكم. فيديو جديد في قناه عنبر 7، والنهارده فيديو مختلف شويه، وباين من العنوان انا هتكلم عن ايه. دي كانت مقوله جنش الفتره اللي فاتت على قائمه فيتوريا لمنتخب مصر عشان بطوله كاس افريقيا اللي خلاص يعني قدامها اسبوع وتبتدي. فالفيديو ليه بقول مختلف؟ مش عشان الموضوع، ولكن عشان احنا القناه لما بدأناها كان مفيش بطوله لمنتخب مصر. يعني احنا جينا كان بعدها كاس العالم على طول، واحنا ما رحناش كاس العالم، فما كانش فيه قبل كده في القناه ان احنا اتكلمنا على قائمه منتخب مصر والكلام اللي بيحصل ده. وكان طول عمري وانا بتابع الاخبار وانا صغير حتى او كده، كان نفسي يبقى ليا راي، يعني نفسي ان انا اتكلم عن القائمه وكده واعمل لها تقييم والكلام ده كله. وكان نفسي اتكلم عنها بشكل مختلف عن الناس اللي بتتكلم عنه. ودايما الناس يا اما في هجوم شديد على القائمه او مع القائمه، وبحس مفيش تقييم موضوعي. بحس ان هي حاله ترند على السوشيال ميديا. ايه ده، القائمه نزلت يومين سلخ في المدرب وهنكسب مش هنكسب، توقعات احنا اخر المجموعه، معرفش ايه والكلام ده كله. فانا حابب واتمنى ان انجح في ده، ان انا اقدم لك حاجه مختلفه النهارده. طيب قبل ما ابتدي انا عايز احطك على النقطه اللي انا هبتدي فيها على طول، وهي ان انا لا هكلمك على اللي حصل قبل كده، ولا فيتوريا جه ازاي، ولا لما جماعه علام قال لك انا ما عنديش دولارات انا هجيب ايهاب جلال ومدرب مصري. فانا مش هدخلك في القصه دي، لان القصه دي مش هتحتاج حلقه واحده، دي هتحتاج سلسله لمده 4-5 شهور، ومش هوصل معاك لحاجه. انا هدفي ان انا اكلمك على ازاي ان احنا نوصل لطريقه واحده بين الجمهور والاعلام والمدرب، ازاي بيختار التشكيله دي، وازاي الناس تفهم ايه اللي حصل. وانا احاول افهم معاكم هل في طريقه بنمشي عليها في اختيار منتخب في قائمه منتخب مصر، ولا الموضوع زي ما الناس تقول بقى يا عم ده واحد من اتحاد الكره هو اللي حاططها ومعرفش ايه. عشان تبقى عارف، اي رحله كمنتخب، اتحاد الكره في اي دوله في العالم بيقيم كل 4 سنين. يعني انا من بعد بطوله كاس العالم دي انت كمدرب هقيم رحلتك الاربع سنين كلها، والرحله دي بتتكون من، تعال نتكلم مثلا في افريقيا، تصفيات افريقيا الاولانيه والبطوله، بعد كده تصفيات افريقيا الثانيه، البطوله الثانيه عشان بتعمل كل سنتين، وبعد كده تصفيات كاس العالم وكاس العالم، البونبونايه اللي بتتوج الاربع سنين. ففي الاغلب اتحاد كوره اي بلد يشوف انت عملت ايه في كل ده، وفي الاخر يقرر ان هو يكمل معاك فتره تانية 4 سنين كمان ولا لا. فانا لما اقيم الاربع سنين جايين، انا بالنسبه لي لو حط نفسي كان فيتوريا، انا محتاج افكر في جيل يستلم الرايه، لان ده الوقت اللي هتروح فيه كاس عام 2026. هتكتشف اكتشاف رهيب جدا. محمد صلاح تقريبا هيبقى عنده 36 سنه مثلا. كل الاسامي اللي بتتكلم عنها بقى تريزيجيه، زيزو، حجازي، عبد المنعم، الشناوي ممكن ما يكونش موجود ساعتها. فانت عندك الفئه العمريه اللي انت فيها دلوقتي محتاج 4 5 6 لازم تحطهم في الصورة. فده ياخدني بقى، هو اصلا ازاي المدرب بيختار، او ايه المدرستين اللي بختار على اساسهم القائمه اللي هشارك بيها. بص يا سيدي، هما مدرستين. مدرسه اولانيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا هاخد المتالقين، واخد عناصر خبره، واخد 4 5 6 كده من الشباب اللي انا بقول، يعني انا كمدرب بقول بيها للشعب بتاعي هم دول اللي هيشيلوك بعد كده، هم اللي هيستلموا منك الرايه. وفي نفس الوقت ياخدوا خبرات من البطولات اللي احنا هنشارك فيها افريقيا او يورو في اوروبا او ايا كان. في مدرسه ثانيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك يا باشا انا عيني على البطوله دي. يعني ايه؟ انا مفيش وقت اجرب، مفيش وقت ادي خبرات لحد، انا هاخد اصحاب الخبره واخد المتالقين، ولو في واحد فلته في جيله هاتوا يا عم، واحد صغير يعني هاتوا، بس في الاغلب مش هعتمد عليه. ولكن عندي انا عناصر اساسيه ايا كان حالتها الفنيه انا هجيبها لان انا عايز كده. فاخر حاجه عندي قبل ما اشوف القايمه واشوف بقى ايه اللي هيحصل، انا دلوقتي كروي فيتوريا ايه اللي انا ابص عليه عشان اختار القائمه؟ اولا قائمه المحترفين واحنا عارفينهم كلهم، وعندك قائمه المحليين، والمراجع اللي عندك هي الدوري المصري، ولو نادي تألق في بطولات افريقيه، او في حاله الاهلي ان هو بيشارك في كاس العالم انديه. فانت عندك مراجع تبص منها. المفروض نتفق كلنا على حاجات اساسيه في اختيار القائمه، ان انا في الاغلب لازم يبقى قائمتي متكونه من عناصر كتير من النادي الاهلي، وده طبيعي. وطبيعي ان ناخد المحترفين المتالقين، او عايز تفاجئنا زي ما كيروش فاجئنا بمرموش، او سواء فاجئنا بواحد محلي عبد الله ياسين او الكلام ده كله، جميل، وهو اللي اكتشف عبد المنعم والكلام ده كله. تعالى بقى نبص على القائمه، وانا هبص معاك لاول مره على القائمه، وانا فعلا ما اعرفش، وحتى ده ممكن يدي حماس للفيديو، او ان انا مش رايي مش موجه،
وتعالى نشوف مع بعض قائمه المنتخب ماشيه ازاي. طبعا القائمه اللي قدامك دي هيبقى فيها بس خطا في لاعب واحد، لان النهارده وانا على عمليه التصوير احمد نبيل كوكا اتصاب وجابوا مكانه مهند لاشين، فالتغيير الوحيد اللي قدامك في القائمه اللي انت شايفها قدامك دلوقتي دي. فتعالى نبص ونشوف انا اول يعني هنشوف الاسامي مع بعض ونشوف انا في اي تصنيف اللي انا صنفتهم دول، ونشوف هل مشينا على المراجع الاساسيه اللي انا ببص عليها كمدير فني اللي هو زي الاهلي في كاس العالم والكلام ده كله ولا لا. لما تيجي تبص معايا هنلاقي الشناوي في حراسه المرمى واحمد الشناوي وصبحي والى اخره، يعني تكتشف ان انت في اي مدرسه، في المدرسه الثانيه اللي انا واخد الجاهزين ولو عندي شاب فلت هاخده ولا ماخدوش والكلام ده كله، وهتبص عليها من خلال معدل الاعمار هتلاقي ان انا برضو بنتفق في نفس الناحيه. تعال نمشيها مركز. عندك في حراسه المرمى طبعا لا خلاف على الشناوي واحمد الشناوي وابو جبل، دول الخبرات والمتالقين، وانت عندك اصلا مش عايز اقول يعني حراس مرمى قليلين، بس ما عندكش حد متميز قوي اللي هو يخليني اخدهم على الثلاثه دول بصراحه، فطبيعي ان هو خد الثلاثه دول. لكن انا عندي مشكله في محمد صبحي ومشكله كبيره حبتين. محمد صبحي موقوف من النادي اصلا اخر شهرين. محمد صبحي متاخد ليه يا عم؟ قول ان هو حارس متالق ومعرفش ايه وكده. محمد صبحي قبل ما يتوقف هو تقريبا داخل فيه عدد اجوان غير طبيعي، وهو كان في ماتشات هو ازاق خساره الزمالك اصلا، واول ما عواد رجع تاني عواد تالق، وحتى ابرز ماتش ليه ماتش الزمالك وبيراميدز الا لما خرج. فانت لو كنت عايز تاخد حد من الزمالك في المنطقه دي، طب ما تاخد عواد. ليه اخدت محمد صبحي؟ بس انا همشيه، هقول لك ان حراسه المرمى كده كده 4 حراس، في الاغلب محمد شناوي اللي هيلعب السبع ماتشات لو وصلنا للنهائي ان شاء الله، ومحدش هيشمها غيره تقريبا، وحتى لو اتصاب عندك احمد الشناوي وابو جبل، فنقول ده اختيار رابع مش مؤثر وتكمله عقد يا سيدي. ماشي، تعال نخش على الدفاع. عندك في الدفاع، عندك في الباك رايت اختار محمد هاني وعمر كمال، واعتقد يعني دي من افضل المراكز يعني اللي انت محدش فينا هيختلف عليها، المركز الباك رايت. وعندك في الباك ليفت فتوح ومحمد حمدي. محمد حمدي ما يختلفش عليه، لكن فتوح هي نفس نقطه محمد صبحي، موقوف بقاله شهرين وتوقف معاه. ليه فتوح جاي المنتخب دلوقتي؟ مفيش اي مبرر. يعني انا ماشي، هل ده هو جزء الخبرات اللي عندك؟ طيب بس يا جماعه في حاجه اسمها جاهزيه، في حاجه اسمها ان انا هلاعب عناصر تقيله جدا، انا هلاعب في ماتشات يعني حاجات بلاوي في افريقيا والسرعات ومش عارف ايه. هل فتوح جاهز نفسيا وبدنيا انه يلعب؟ ما تعرفش. طيب يا سيدي هكمل معاك، هقول مثلا لو محمد حمدي او فتوح اللي ابتدوا مش ازمه كبيره، احنا عارفين امكانياتهم كويس وهمشيها لك. طيب وعندك بقى في قلوب الدفاع اختار ثلاثي بيراميدز: اسامه جلال، علي جبر، احمد سامي، وعبد المنعم وحجازي. هنا بقى لازم ارجع للمراجع الاساسيه اللي انا بتفرج عليها كمدرب وانا بختار قائمتي. واول حاجه قلتها لك ايه؟ لما المحترفين ولا اي حاجه، قلت لك قائمه النادي الاهلي. هل يعقل ياسر ابراهيم ما يتاخدش وتاخد لي ثلاثي بيراميدز اللي خرجوا قدام فيوتشر في الكاس واللي في الدوري المصري مستقبلين اهداف اكتر قد كده؟ ايه السبب؟ الوحيد اللي اتاخد من بيراميدز احمد سامي، كورته حلوه واداؤه زي الفل، لكن علي جبر تجربه انا بالنسبه لي عفى عنها الزمن. انت علي جبر بتلعب بيه بقالك كام فتره ملوش لازمه. تاني حاجه اسامه جلال يعني انا اعتقد يعني الماتش بتاع بيراميدز وفيوتشر في كاس السوبر ده، ضربات الجزاء اللي هو ضربتين ضيعهم، اي لعيب بيضيع، بس انا بحبه مخ. انا داخل على بطوله، انا السنه النسخه اللي فاتت لاعب فيها 3 ماتشات ورا بعض ضربات ترجيح بالنهائي كمان، يعني انا معارض نخش ضربات ترجيح، اخد لعيب لسه بنلعب ضربتين ترجيح ورا بعض. انا امتى اصلا اسامه كان بيلعب ضربات ترجيح اساسا؟ فالاختيارات يعني هو لازم كل مركز كده تلاقي اختيار اللي هو لا انت مش مظبوط. نخش على نص الملعب عندك تشكيله مميزه جدا، عندك حمدي فتحي، عندك امام عاشور، مروان عطيه، محمد النني، وواخد سيد زيزو وكده. دلوقتي بقى عندك مهند لاشين بدل كوكا. ايه بقى كان السر في اشاعات عبد الله السعيد؟ واحد يقول لي هي اشاعات، اقول لك انا بالنسبه لي ما كانتش منطقيه وكانت نفخ بلالين وخلاص. ليه؟ المنتخب مع روي فيتوريا بيلعب 4-3-3 فلات. هو انا هاخد عبد الله السعيد اعمل بيه ايه؟ ده غير اصلا انه اعتزل دوليا. اخد عبد الله السعيد اعمل بيه ايه وانا مش ما عنديش رقم 10 اساسا؟ لو واحد يقول لك يا عم ده كان نفخ بلالين زي ما انا بقول وكده، بس هو عايز رقم 10 او فيتوريا عايز رقم 10 بجد، وحد قال له ما تاخدوش، ما خدش قفشه ليه؟ ما هو ده اللي يخليني اقول لك ان كل اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت ده هري، لان هو اصلا بيلعب 4-3-3 فلات. يعني ان هو ياخد اصلا عبد الله السعيد او قفشه ده مش منطقي، مش معنى كده ان هو مستواهم وحش
ولكن هو مش منطقي انه ياخده لان هو بيلعب اصلا بتشكيله ثانيه. عشان كده هو واخد كل العناصر اللي بتلعب ثمانيات وستات، وده السبب انه واخد محمود حماده. ولما مشى، لما كوكا اتصاب جاب مهند لاشين، ما جابلكش حد تاني. وعشان كده لما كوكا اتصاب الصبح قال لك الاربعه اللي هيعوضوه واحد منهم يعني يا اما سام مرسي يا اما مهند لاشين ولاعبين تانيين كلهم رقم 8 او رقم 6، لان هو ده اسلوب الراجل. فانا مش فاهم اشاعات عبد الله السعيد دي الناس كانت مصدقاها ازاي، يعني انا ما اعرفش. اخر حاجه معايا بقى مركز الهجوم. الهجوم انت عندك مصطفى فتحي ومحمد صلاح على الوينج اليمين، اعتقد ما فيهاش خلاف، وكمان واخد زيزو معاهم ما فيهاش خلاف خالص. الوينج الشمال تريزيجيه ومرموش، والهجوم احمد حسن كوكا، مصطفى محمد وكهربا. وانا عندي مشكلتين الحقيقه. مشكله اعتقد ليها مبررها، ودي لاول مره يبقى ليها مبرر في عدم اختيار حد، والمشكله الثانيه ملهاش مبرر خالص. تعال نبتدي بالسهله. حسين الشحات. هل حسين الشحات اتظلم في انه ما اتخذش المنتخب؟ ممكن اقول لك كان ممكن على الاقل يتاخد على ثلاثي بيراميدز اللي تاخده في الدفاع دول. ولكن هل مركز حسين الشحات فاضي ولا زحمه؟ انا بالنسبه لي تريزيجيه ومرموش كفايه. فشويه عندي في النقطه دي مبرر، يعني ممكن نديها لفيتوريا انه اداله مبرر شويه. نيجي بقى لاخر مشكله معايا، او مش اخر مشكله، اخر حاجه معايا في القايمه، وهي انا بالنسبه لي عامله لي مشكله، وهي احمد حسن كوكا. انا ما عنديش مشكله مع مصطفى محمد ولا كهربا ببساطه شديده جدا. مصطفى محمد ده كواليتي مختلف عن بقيه اللي عندك في الدوري المصري، وهداف وبينافس على هداف الدوري الفرنسي، والكلام ده كله مش هتكلم عليه. كهربا نتيجه منطقيه لانه الاهلي مشارك في كاس العالم للانديه، وهو المهاجم اللي بيحاول يعمل حاجه، وما عندكش مهاجمين تانيين في الدوري مثلا، يعني محدش متالق قوي، وانت ما اديتش نفسك فرصه لفيتوريا انك تجرب حد تاني. يعني مثلا ما جربتش احمد عاطف فكري، ما جربتش محمد شريف وكده. فمنطقي شويه ان انت تجيب كهربا، ان انت جربته على الاقل. لكن انا مشكلتي مع احمد حسن كوكا. احمد حسن كوكا ما استدعيش اساسا مع فيتوريا ولا مره. فاحمد حسن كوكا انا بالنسبه لي هو جاي يعمل ايه؟ يعني ده المكان بقى اللي انا بقول طب مش ده راح لحسين الشحات اولى؟ ما كانش راح لمحمد شريف اولى؟ فانا بالنسبه لي القايمه فيها طبعا ايجابيات كتير وفيها حاجات منطقيه كتير، ولكن فيها نقطتين ثلاثه سلبيين انا بالنسبه لي يبوظوا لي الدنيا خالص. وبس ده كان اللي عندي. اتمنى اكون قدمت لك حاجه جديده ممتعه، غيرت لك شويه شكل التقييم العتيق اللي الناس بتعمله. وفي الاخر اكتب لي في الكومنتات انت شايف يعني قول توقعاتك لمنتخب مصر في البطوله، وقول لي ايه رايك في القايمه. وبس يلا سلام.